السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم قمر غنيم، والنهارده مكملين مع بعض سلسلة نواعم العيد، النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت تحفة، هاسيبكم مع الجمال والحلاوة بتاعتنا ما شاء الله، كنا عملنا قبل كده الغريبة وعملنا الكحك، قبل الفيديوهات دي على طول، يلا كده اللي ما شافهمش يخش يشوفهم، تحفة وخضار وبطريقة سهلة وبسيطة والإمكانيات على قد إيديك، يلا كده نصلي ونسلم على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النتيجة مضمونة مليون في المية، ما شاء الله اتعملت مرة و2 و3، يلا بينا بقى على المقادير. النهارده هنشتغل على 2 كيلو دقيق، اللي عايز بقى ينصص المقدار يشتغل على كيلو واحد براحته، أنا باوريكم نوعية الدقيق اللي أنا اشتغلت بيها، النوعية دي كويسة جدًا، جدًا في البسكوت، ناجحة جدًا. طبعًا أنتِ لو بتجرّبي دقيق تاني وعجبِك خلاص يعني اشتغلي باللي أنتِ عارفاه، بس يا ريت نجيب حاجة دقيق فاخر جميع الاستخدامات، دقيق للكحك والبسكوت مختص براحتنا براحتكم يعني. معايا كيلو إلا ربع زبدة، ومعايا ربع كيلو سمنة بلدي، أنا باحب أعمل mix كده بين الزبدة وبين السمنة، ومعايا كوباية حليب أو لبن، ومعايا 8 بيضات وعليهم رشة فانيليا، معايا 800 جرام سكر، معايا يعني كيلو سكر وتشيلي منه كده 200 جرام أو كوباية سكر تشيليها من الكيلو، معايا كيس بيكنج باودر، معايا معلقة نشادر واحدة ممسوحة، معلقة كبيرة ممسوحة، ومعايا رشة ملح زي ما أنتم شُفتوا، أنا ما باحطش نشادر كتير عشان ما يضيّعليش الرسمة، وما يبوظليش البسكوتة في الفرن، ما يخلّيهاش تنفش ولا تفرش ولا الحاجات دي كلّها. هانزّل بقى الزبدة السمنة على بعض والسكر وهاضربهم ضربة محترمة جدًا، جدًا، عايزاها فوم عالي، عشان الفوم ده اللي هيهيّش لي البسكوتة ويخلّيها خطيرة في الفرن. يعني حبايبي الكيلو البسكوت هياخد معايا معلقة نشادر صغيّرة مليانة أو معلقة كبيرة ممسوحة وزيّها بالضبط بيكنج باودر، أهو. أنا بقى هاشتغل على السكر وعلى السمنة على الزبدة كمان، هاضربهم جدًا، جدًا لحد ما يعملوا معايا فوم عالي خالص، عشان بُصّوا أنا باوريكم كل المراحل، اللي ما عندوش عجان يا حبايبي بالمضرب البيض ويشتغل، أنا مش هاقدر أحط البيض إلا لمّا السمنة والزبدة والسكر يعمل معايا الفوم الجميل ده، أهو. هانزل بقى كده خلاص ده بعد 7 دقايق أو 8 دقايق بالضبط من الضرب في العجان، هابتدي أنزل بقى بالبيض بيضة، بيضة. البيضة تروح، أروح منزّلة البيضة التانية، البيضة تروح عشان السمنة والزبدة ما يفصلوش منّي لو حطيت البيض ويهبّط منّي الهوا اللي أنا دخّلته في في السمنة في الزبدة بتاعتي والسكر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طريقة ناجحة 100%، اعملي وجرّبي وإن شاء الله هيعجبِك جدًا الوصفة، أنا بانزل بالبيض أهو، ويا ريت تبعتي لي تطبيقاتِك، ويا ريت دعوة حلوة كده في ضهر الغيب، ال المقدار ده معمول مرّة و2 و3 عشان يطلع لِك النتيجة دي، عشان تعملي الخامات بقت غالية جدًا، جدًا، ومش عايزين نبوّظ حاجة ولا نهدّر حاجة، فلمّا بننزل بوصفة بنكون إحنا مجرّبينها مرّة و2 و3 و10 كمان، بُصّوا ما شاء الله، أنتم طبعًا من غير ما أقول الشكل والمنظر بيتحدث عن نَفْسه. طول ما أنتِ معاكِ ال العج ال ال الزبدة والبيض وصلوا للمرحلة دي، اضمني على طول إن البسكوت بتاعِك إن شاء الله ناجح. بُصّوا الجمال، دخل فيه الهوا اللي أنا عايزة أدخّله، والبيض اتخدم كويس جدًا، جدًا مع الزبدة ومع السكر ومع السمنة، وادّاني أحسن نتيجة إن أنا أحط الدقيق بقى واشتغل. بُصّوا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العجان اتملى على الآخر من كيلو الزبدة والسكر البيض ما شاء الله، عملوا فوم وvolume عالي وفظيع ما شاء الله، أهو. بُصّوا الجمال، خطير، ما شاء الله اللهم بارك يا رب كان بسكوت تحفة، كل سنة وأنتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا حبايبي وباليمن وبالبركات علينا وعلى أمة سيدنا محمد وعلى العالم أجمعين يا رب. أهو أنا باوريكم بالضبط عامل زي الكريم شانتيه، طبعًا العجان مش هياخد ال2 كيلو دقيق، أنا نزّلت في حاجة واسعة وهابتدي بس ألِم الدقيق، البسكوت ما بيتعجنش يا حبايبي، بيتلَم بس بالمعلقة كده هاحاول أجيب من فوق لتحت، وابتدي إن أنا ألِم بس، أنا هالِم مش ولا هاعجن ولا أي حاجة، زي ما أنتم شايفين. هاحط دلوقتي أنا حطيت نُص كوباية اللبن ونُص التاني هاحط عليه معلقة النشادر اللي فاضلة، وهانزل بيها في المرحلة دي. كده خلاص بقى هاقلِّب، وأنا حطيت الدقيق نخلته وحطيت عليه البيكنج باودر في النخيل.
وده يا حبايبي مشط البسكوت بيتباع عند أي مستلزمات حلواني، ودي أكياس حلواني عادية خالص شفافة، يعني الكيس ده الكبير منه بجنيه مش عارفة والّا بجنيه ونُص، والوِش ده حوالي 15 جنيه، وفي أماكن بتبيعه ب10 جنيه. مش هياخد معاكِ ما شاء الله بُصّوا أي وقت، أنا مش مسرّعة الفيديو ولا أي حاجة عشان تشوفوا قد إيه سهل وبسيط، ومش هياخد معاكِ وقت وهتعمليه يعني ساعة هتكوني مخلّصة. ما شاء الله. تعالوا بقى نتكلم على التسوية بعد ما قطّعنا كده وخلّصنا. أنا هاسيبه بقى يرتاح شوية كده، يعني الصاج اللي هيخلّص هاسيبه يرتاح بالضبط نُص ساعة. خلّصت المقدار هتبتدي بقى أشتغل في الخبيز. الخبيز يا حبايبي أنا باورّيكم المِشط أهو بتاع البسكوت. الفرن 180 بالضبط هنقعّده تِلت ساعة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلّي بالِك وإيدِك بقى معاه في الصاج. هتعملي من الناحية دي هتلفّي الناحية التانية لو من الناحية دي أحمر، وحاولي كده نضبّط البسكوتة، لو في حتّة طالعة حتّة نازلة كده بالراحة هنضبّطها. بُصّي البسكوتة تحفة جدًا والعجينة قد إيه مرنة معاكِ وسهلة، مش هتاخد منِّك أي وقت ولا أي مجهود. يالّا كده أنا عملت مقدار كبير، أنتِ حاولي بقى لو عايزة تعملي نصّصي المقدار هتعملي ربع كيلو، هتعملي نُص كيلو، هتعملي كيلو، حسب مقدرتِك. الأسعار غالية جدًا، جدًا برّه وعلى قد إيدينا هنعمل كل حاجة. بُصّوا البسكوتة حلوة إزاي وجميلة وتحفة وخطيرة. ده كده في الفرن، بُصّوا قد إيه الارتفاع بتاعها، أهم شيء ما فرشتش منِّك ولا الرسمة راحت ولا أي حاجة من اللي إحنا بنسمع عنها. البسكوتة بكل المقاييس متجربة مرة و2 و3 وهتعجبِك جدًا. يالّا كده خُشّي اتشجّعي، وبُصّي هاوريكِ كمان البسكوتة طالعة. طبعًا إحنا كُلّنا بالنظر كده هنعرف البسكوتة دي ناجحة أو فاشلة من شكل البسكوتة. البسكوتة قد إيه ناعمة وفي نفس الوقت هشة جدًا وفي نفس الوقت دايبة. هتعجبِك جدًا، جدًا المقدار بتاعها وما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك بجد هتعجبِك الوصفة. يالّا كده خُشّي جرّبي وابعتي لي في التطبيقات وقولي لي رأيِك إيه، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم إن شاء الله، وأكون بإذن الله قدّمت لِك ولو وصفة صغيّرة أو معلومة صغيّرة تفيدِك. يالّا يا حبيبتي لو عجبتِك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، ويا ريت نفعّل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ومفيد وحلو جدًا، جدًا من فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.